معمر ولا يهونون الربع. في أحد القرى كان رجل مكرم وطيب والله منعم عليه. نعم. فوقعت الأمور بيده، توفى الرجل وولده عانوا ما عانوا، لا عاد يقدرون يصلون ما كان يوصل أبوهم ولا كان يقدرون يقدمون اللي قدموا أبوهم. الله. فهذا شيء يعني اللي أبوه كان مرفوع وهاي ما يقدر يصل، وهذا عبء على ما خلى شيء للوراء. نعم. في يوم من الأيام رجال طلع مسيار، طلع على الشارع شلب له بسيارة، وصل مع زيبو قبل الظهر، جت سيارة هالتوب طبقت، نزل منها رجال مهندم ملمع مزريغ. والله رحبوا بيه وتلقوه، صادفت الصدفة انه يقعد قبال هذا الرجال، طلع جار وبينهم وبينهم 3 بيوت. فقال له كان قلت لي كان جبتك وياي. قال له اني ما مشكلة اجي تشلب لي بتركتر بودي سيارة اجي شلون من كان، ما مشكلة ما اريد ازعجك. قال والله دحق علي، قال مد ايده على جيبه وطلع باكيه جقاير روثمان قريفن وبوكته. قال له هاك دخن. قال له انا ما ادخن من هذا غالي، عندي تتن شحال اتو. والله قام لف الجقاره. قال كل شويه يتهجم عليه يريد يقلل من شانه. قال له اخر شيء تريد الصحيح، والله انتم من مات ابوكم طفتناكم. الله. ما ظل بيها حكي قدام رجال. فلفت جقاره هيك وبرمها. الله. قال له تدري ليش طفت نارنا؟ قال له ليش؟ قالوا لأن أبويا بحر ما نقدر نعبره، شو ما نسوي؟ الله. أما أنت أبوك طشطاش ساجة من شطيت وإنك عابره. الله. فأنا ضمنت هالقصة ببيت زهيري. والله عافية. الله يعزك. يقول أيام تنطي درس بفكارها وعبره. أيام تنطي درس بفكارها وعبره، وبكت لي هذا الجفن ومغارقة بعبره. ابن الرداية ردي من يحكي ما عبره، لأنه خسيس الطبع بس الفلس علاه. اي والله. وقام يتمرجل علي رأسه تشبد علاه. الله. اتخسى يا ابن الردي منك اجت عيله، ابوك طشطاش وابويا النهر شي عبره. اي والله.